بن حسين العبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى جميع الرقباء والمعقبة والنجبة والأبدان والأوداد والخطب والغاص إلى أرواح الأولياء المتصرفين خصوصا إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني من الرسول وقد ذلك إلى الشيخ محمد بن عبد الكريم القادر الحاسن السمن المدني والشيخ بن الصمد الغلباء والشيخ محمد أرشد بن عبد الله بن عبد الرحمن المنجري كالبيان والشيخ محمد كفر أنور بن عسمع المنجري والشيخ محمد زيد بن عبد الغني المنصر بن دابرا والشيخ بيهقي خالد بن خالد بن عبد السجون والشيخ محمد يسأل غني بن عبد الغني ونتائج من دمدمه وجميع مشايخنا أمنا بإذن الله تعالى بكرامتهم نسألك البركة والشفاعة والكرامة والإجازة السلام والعافية والمغفرة في الدين والدنيا والآخرة ظاهرا وباطنا ومن عذابنا ومن الشفاعة إلى يوم القيامة رضينا نفسي وحسن الخاتمة ورضا الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله يا مهرب يا سلام سلمنا والمسلمين ثم إلى الله كفة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا آبائنا وأمهاتنا جميعا وشيخنا وفروعنا وأسرنا وإخواتنا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأهل بيتنا وأموالنا وجيراننا وجميع المعاصي والبريات وعلى الحاضرين في مجلسنا وعلى سلسلة الطلقات النوزمنية والخليجية والأخواتية والسمنية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضوان الله تعالى شيء لا إله إلا الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم وبارك عليه وعلى يا أيها المشتاقون له يا جماله صلوا عليه وسلموا
عليه توكلت وهو رب
عبر الأحزاب صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطلت بوجودها أطراف الوجود وبرزت لدى العوالم بطراز التكريم. وله الحمد الذي لا تنحصر أفعاله بتعداد ولا يضل تكراره بكثرة الأعداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان فتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به المنير إلا من صوابع فضل الله على هذا الحبيب. يا ولد سرور توالى بحبيب عم لنا جل من شرب الوجود بنور ومن بهجة وجمالا فتترقى بالحسن على مقام وتنافي مجدي وتعالى لا يرفي مجدا واشر كاملا يزيح الضلالا وهو يضع عنهما وتبان رفعة في شؤنه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقله معاني الجنان إن الشرف بالرد على البطون والظهور ما على الوجود خلاقي فتبارك الله إله كريم بشرنا آيات من ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن غادر هذه البشارة وتلقاها من المرسلين فقد إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف باللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد وتدل على اليقين بسر ذلك الإذعان وتصديق الشواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما يراه من أمنته وخلقه وفرده ونفله عبدنا رسول الله العالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة والأمانة وعلى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل الصوصين سروة وغرضا منيرا فما أعظمها من منة الله على البشر وما
القرآن الكريم
والزاكية والأسماء والأبصار وقد بلغنا بالعاجز المشهورة أن على الشيء غضب الله والنور المدع فيه هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق بلغ العالم وبنور تبرع الوجود خلق بعد خلق فيما وقد أخرج عن الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن الشيء أخبر الله على الأشياء قال يا جابر إن الله قال الأشياء على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت على النبيين من آخرهم في البعث وقد تعددت الرواية كثيرا قلبي وجودا وأشرافهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية بخطط شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودع ذات النور المبين واصلت ربون من شربته للعالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى وصلت غير العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم نبيه الكريم على بالله عبد المطلب ذي الأجر العظيم وأمي التي هي في المكان آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاها رسول عبد الله وقام إلى بطنها وربها أنشاءها بمعنى الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها فعامله برعاية الله كما ودعناها حقا خفيفا لا تجد له انتقلا ولا تشكو منه أدم ولا عينا حتى مر الشهر على شهر وقبله وقد بروزي على شهاده وقد بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم في ضاط فضله وتنتشر فيه أثر رجل الصبي اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن ذلك به هذه المنونة والجوهرة المعصومة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقلب نور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى رموزه متشوقة إلى تقاطيها إلى كنوزه وكل دابة لقريش بلغت بفاسع العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات وتلم بحق العصر الفرح بملاقات أشراف البريات فبرزي من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأفضل الله من الوجوه مائدة التكريم ووصل بالعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة
Thank you.